السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نهضروا على لبنى وعلى سعاد. كيف ما شفنا سعاد طلعات كتطلب لبنى الشفاء العاجل وكتطلب ليها ربي يحفظ ليها الابن ديالها وتفك على خير وبخير، لان سعاد بعد ما لبنى وقع عليها داك المشكل ديال السقيه وديال انها مشات للسبيطار، سعاد حتى هي حطات واحد الفيديو وقالت احسن خبر سمعته اليوم في حياتي. الناس كلهم قالوا بان سعاد شفات، كاين اللي هجم عليها، كاين اللي عايرها، كاين اللي دار لها فيديو. هي خرجات باش تتوضح بانها ابدا واش تشفات في لبنى، وقالت انا كنتمنى ليها الخير وما غنقدرش نتشفى في شي حاجه ديال وليد صغير، وطلبت ليها الخير وطلبت داك الدريري تزيد على خير وبخير. وقالت انا هذاك الفيديو اللي حطات قالت بالصدفه جا من بعد الفيديو ديالهم، لان هي كانت مسجلاه قبل، وفاش حطاتو او لايف ولا ما عرفت شنو كانت دايره، فاش حطاتو قالت تحلفات هي بان ما كانش في اخبارها كاع المشكل ديال لبنى، وما شافتش فيديو ديالهم، ما تفرجاتش فيه، ما عارفاش اشنو واقع عندهم. هادشي اللي قالت سعاد. الا كانت فعلا هذاك الشيء اللي قالت راه تحيه ليها، لانها ما جامعاش شي حقد تجاه لبنى، لان قالت هذاك غير بيبي ما غاديش نقدر نتمنى ليه شي حاجه خايبه، ولبنى بالدور ديالها الله يشافيها ويعافيها. وكنتمناو الناس اللي مهاجمينها، وراه حتى نعيمه البدويه خرجات وطلبات ليها الشفاء، وتا هي قالت بانها كتساندها في هذا الموقف ديالها. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا بان لبنى ما حاملاش، لبنى كتمثل، لبنى كتضحك عليكم، الله يهديكم. كيف ما كان الحال هذيك السيده كتمر واحد الظروف صعيبه، عطيوها اتساع، ما تبقاوش تلقوا عليها اشاعات، ما تبقاوش تهضروا عليها، ما تبقاوش تلصقوا فيها اكاذيب، لان حشومه وعيب وعار انك تقولش على شي واحد شي حاجه وانت ما عالمش، انت ما حاضرش معاه، وغادي تجي تجمع واحد الكذبه وتجمع لك واحد المجموعه ديال الناس وتبدا توسخ لهم في عقلهم وتقول لهم شي حوايج راه حشومه وعيب وعار. هذيك السيده هذاك الشيء اللي كتمر منه راه باين على الوجه ديالها، وجهها فعلا تيضر بان السيده مريضه، بان السيده حامله، بان السيده واقع عليها مشكل. علاش انا غادي نجي ونضرب فيها بديك الطريقه؟ هي ما عندهمش باش يعيشوا دوك الناس، داكشي علاش هما حاطين حياتهم في السوشيال ميديا. لو كان غير داك المشروع ديالهم اللي باغيين يديروا كون داروه وبعدوا كاع نهائيا من هاد الاقاويل، ولكن الله قلت الشيء، الله يستر كما تنقولوا، قبح الله الفقر. داكشي علاش هما كيحطوا حياتهم وكيبقاو يشرحوا للناس، ولكن كينوضوا بواحد الفئه من الناس كيقولوا بانكم كذابين، ما هادشي ماشي حقيقي، الحماله ما كايناش، اجهاض ما كاينش، سقيه ما كايناش، كل واحد كيلغي بلغاه. كنقولوا بان السيده دابا هي في واحد الحاله علم بها غير الله، وبين داكشي على وجهها ابدا واش غتكون تكذب في داكشي. داكشي علاش عطيوها اتساع، ما تبقاوش تجبدوها، ما تبقاوش تنتقدوها، ما تبقاوش تهضروا عليها. راه حتى شي واحد ما غادي يتمنى الشر ليه ولا شي حاجه خايبه باش زعما يرضي ناس اخرين، واخا يكون هاد البوز ما عرفتش غادي يكون، ما غاديش تفيل اصلا على جنين صغير في كرشو بانه غيطيح ولا غيموت، وما غيتكفيلش على صحته، واخا يكون شحال غادي يربح في هاد القناه ولا في هاد الفلوس. داكشي علاش كنقولوا للناس ملي كانت صحيحه هاد السيده كانت كتخرج كتجاوب معاكم، من حقكم نتوما تنوضوا تردوا عليها. اما دابا هي ما جابداكم، ما عيراتكم، ما والو، حاطه حياتها كتقول للناس اش واقع ليا واش واقع ليا، خليوها من نهار راسها، كذبات قالت الحقيقه من نهار راسها. علاش نتوما غتنوضوا وتبقاو تاكدوا وتوسخوا في واحد الصوره ديال واحد الانسانه بانها كتكذب، بانها ما حاملاش، بان داكشي ماشي واقع ليها؟ كنتمناو الناس يديروا عقلهم ويتسوعوا شويه ويستغفروا ربهم، وخليو هاد السيده في مشاكلها وفي همها وفي داكشي اللي واقع ليها، لان داكشي اللي كتعيش به راه اغلبيه ديال النساء اللي كيكون عندهم حمل بحال هاد الشكل هذا راه غيكونوا حاسين بها. انا منهم، راه انا كان وقع ليا بحال لبنى مسكينه، وكنت انا كنمشي للسبيطار وكنت كنعس الليالي يا الله باش داك الجنين يتزاد على خير وبخير، وكتبقاي كلشي احلامك واش غادي يوقع، واش غادي يدير، واش غادي يوقع. راه الواحد كما تنقولوا يقول الله يستر، من حدك فوق الدنيا تقول الله يستر،
وما تهضرش في الناس بالخيب وما تجبش بنادم بالشر. لان حتى واحد ما غادي يتفايل على راسو بشي حاجه خايبه ولا على الحمل ديالو ولا على ولادو. راه عادي الواحد كما تنقولوا غادي ينوض ويبدا يكذب واحد الحاجه اللي ما كايناش، ولكن ها انت كذبتيها بفيديو جمعتي به الفلوس، ولكن قدام الله اش غادي تقول؟ داكشي علاش هاد الانسانه هادي باغا تستر راسها، جات حطت حياتها في داك السوشيال ميديا باش تعيش منها. صافي من هي كتنتقدكم وكتعايركم عندكم حق الرد وعندكم حق تجاوبوها. دابا هي في واحد الوقت في السبيطار وحالتها حاله وحامله والحمل ديالها خطير، وضروري غادي تدخل السوشيال ميديا وغتقول نشوف الناس اش كتقول عليا، غادي تلاقى مع واحد الفيديوهات اللي كيقولوا فيها كلام خايب وعلى ولدها وعلى داكشي، غادي تضر نفسانيا. واخا هي كتخرج وتقول لكم انا قويه، انا ما كيهمنيش الهضره، انا ما كديرش ليا، ولكن مع ذلك راه الناس كتاثر، والواحد يجرب من راسو ويجرب من الوالده ديالو اللي ما كما تنقولوا اللي باقي ما والدش وما ضايقش الحر ديال النفاس ولا الميلاد ولا الصعوبه، يشوفها في والديه. ضروري الام ديالو تعذبات وتكرفسات باش ولداتو. اي واحد فوق هاد الدنيا يقول يطلب الستر. داكشي علاش كل واحد كنقولوا ليه الله يعطيه على قد نيته. والله هاد السيده الله يفكها على خير، وكيف ما قلنا سعاد راها ما تشفاتش فيها وخرجات واكدات هاد الشيء، وهاد الشيء هو اللي خاصو يكون. صافي تي ديك السيده ما بغاتش هذاك الراجل، طلقات وجات هذيك المراه بغات تولد معاه، ما كاين لاش غادي نبقى حاضياه ولا غادي نبقى نتمنى ليه الشر ولا نبغي ليه حاجه خايبه. صافي ما كتابش، ما كملتيش معاه، ظروف جات بيناتكم فرقاتكم، كل واحد دابا شاد طريقه. هاد السيده اختارته وسط هاد المحنه وسط هاد المشاكل، واختارته بغات تاخذه وبغات تعيش معاه. صافي الله كما تنقولوا الله يهني سعيد بسعيده. وهذا الشيء هو اللي اكدته سعاد بانها ما ناوياش الشر هذاك البيبي، وقالت هذاك غير طفل صغير، وابدا واش انا نقدر نتمنى ليه شي حاجه خايبه، ابدا واش انا نبغي ليه الشر. وهذا الشيء زوين وكيفرح، وخاص الواحد بحال هكا عدوك ملي يكون في واحد المحنه ما تمناش ليه الشر، وإلا ما بغيتيش تدعي معاه غير عطيه اتساع وخليه منه. الله هو اللي خالقه، هو اللي غادي ينقذه. والله يحفظ كاع الحوامل وكاع الوليدات، ونقد كما تنقولوا اي واحد باغي مسكين يعيش حياه سعيده ويتشافى الله يشافيه ويعافيه. والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله، والله يزيد هذا الوليد على خير ويكمل فرحه الام ديالو، والى اللقاء.